طيب، الرسالة دي المرة دي بوجهها لصناعية مصر. بصوا يا رجالة، في البداية كده لازم تبقى انت فاهم انه مفيش مهندس بينه وبينك عداوة، ومفيش مهندس كرهك. انتوا اللي بتخلقوا العداوات دي، وانتوا اللي بتخلقوا المشاكل. واكتر مشكلة موجودة في السوق هي مشكلة ان انت ما بتردش، او ان انت بتديني ميعاد وما بتجيش فيه. والموضوع ابسط من البساطة. يعني انا المشكلة ان انا مش قادر اوجه الكلام ده اكلمه لحد عمل معايا المشكلة دي، لانه بيبقى زي يعني انا بس مش عايز اقول ايه، بس بيبقى جبان. يعني اشبه بالحريم. يعني ليه؟ اولا ما فيهاش اي مشكله لو انت كلمتني قلت لي ميعادي بكره معاك الساعه 1، وجيت كلمتك انا الساعه 12 قلت لي انا هاجي لك الساعه 1، والساعه 12 ونص جالك ظرف. عادي جدا بكل بساطه هتصل عليك هقول لك انت فين، او تتصل عليا تقول لي معلش انا مش هعرف اجي لك النهارده. طبعا هتكون متضايق شويه. هقول لك يعني ليه ما انت وعدتني وكده. والله معلش حصل لي ظرف، والظروف بتيجي لوحدها مش بايدي يعني. فانا كمهندس طبعا انا مش عايز اخسرك، فهضطر ان انا هقول لك خلاص ماشي. يعني انا باسمي وباسم كل مهندسين مصر والوطن العربي بقولها لك. هو انت لو كلمت المهندس بحسن ادب وكلمته بالراحه وقلت له ان انا عندي ظرف، معلش هنخليها مثلا الساعه 2 او هنخليها بكره، والله الراجل بس ممكن يبقى يتنرفز شويه، وهيقدر وهيقول لك خلاص ماشي مفيش مشكله ناجلها بكره، او اقول لك على حاجه خلاص معلش انا هشوف حد تاني معلش. وهتيجي شغلانه تانيه وهيكلمك اخبارك ايه ومش عارف ايه، تعالى وتروح جاي. اما بقى ان انت ما تردش تختفي، يعني الاختفاء القسري ده احنا بنخاف عليكم. احنا بنخاف عليكم صدقوني، بنخاف عليكم. فاللي هو انتوا ما بتردوش ليه؟ ايه اللي حصل؟ يعني انا مش هحكي مواقف، لان المواقف لو سألت اي مهندس في الدنيا هيحكي لك مواقف والله بتبقوا يعني بالنسبة لنا بتبقوا عيال. يعني احنا بنيجي بنقول عليكم يعني انا بس مش عايز اقول الفاظ يعني خارجة، بس والله انه من افضل الصناعية اللي موجودين معانا ما بيكونش افضلهم صنعة، بيكون افضلهم احتراما. يعني احنا بيبقى يعني بيربطنا علاقة بين الصنايعي المحترم المؤدب، الراجل بمعنى كلمة راجل، مش الراجل ابو شنب اللي عامل لي فيها، لا خالص، ولا تسوى الناس دي، ولا تسوى عندنا، ولا تسوى جنيه. الراجل عندنا الراجل المحترم المتربي من بيت من اصل، اللي هو نرفع سماعة التليفون يروح رادد يعتذر نقدره. ليه؟ لانه قدرنا فهنقدره. فرسالتي ليك احترم نفسك واحترمنا وهنحترمك، والاحترام هيكون متبادل، وعمرك ما هتخسرنا ولا عمري هخسرك، لان صدقني انا بحبك وعايزك، وانا باكل من وراك لقمة عيش وانت بتاكل من ورايا لقمة عيش. فربنا يهديكم وييسر لكم اموركم يا رب. الرسالة تكون وصلت. كان معاكم المهندس حسام، مكتب ماد هاوس، وان شاء الله اتشرف بكم كلكم واتعامل معكم قريب ان شاء الله. شكرا.